الإخوة والأخوات رواد قناة الشرعي تيوب، من هنا من مراكش أحييكم تحية أخوية صادقة من القلب إلى القلب. شدينا الرحال من مانشستر ومنها إلى باريس، ومن باريس إلى مراكش. كان هناك بعض الهواجس الخبيثة التي زرعت في داخلي بسبب التعذيب النفسي والإرهاب النفسي الذي مورس علي على مدى فترات أنه سيتم القبض وسيتم كذا، فكانت الأمور مقلوبة تماما. أنا فعلا لا أنكر أن تعليقاتهم وإرهابهم النفسي ترك أثر في، وأنا أذهب إلى الرجل الذي سيختم الجواز. قعدت أتخيله 3 ليالي على أساس أنه سأجد 4 عسكر منتظريني. أسعد الشرعي تفضل يلا بنوديك في 60 داهية يا أبو زعبل. أول ما وصلنا ما فيش أي حاجة. الرجل الضابط الذي بيختم الجوازات طلع من المتابعين، وفتحنا اليوتيوب ويا أهلا وسهلا ويا مرحبا. ولا في أي حاجة. الآن أنا في بيت الأخ الحبيب بن نعوم، نحن في ضيافته، وهو حقيقة يمثل المغرب خير تمثيل. هذا أبو مهدي، يبدو شابا لكنه لن أخبركم بعمره، هو ما شاء الله عليه. احنا في ضيافته، وأم مهدي أيضا، وفي مهرجان كبير وفي استقبال حافل. كل التفاصيل هذه إن شاء الله سترونها في قناة حمو، يوميات حمو إن شاء الله، وبعضها ذو الطابع السياسي أو التاريخي سأضعه في قناتي إن شاء الله. يعني ستروا تنوعات كثيرة جدا في بعض الشائعات والكلام الفاضي الذي أثير. يعني بعض الناس يبحثون عن الترند، لأنه كانوا فعلا متوقعين أنه ربما يتم التنكيل بأسعد الشرعي أو مضايقته في المطار، لكن الظنون كانت عكس، مش عكسه بس، لا، الأمور جاءت فوق التصور، لدرجة أنه من أول ساعاتنا هنا في المغرب أقسم بالله أنني لا أجد كلمات يعني حتى أصف. فقط هذه العائلة أنا الآن رأيت عائلة فقط، أبو مهدي وأم مهدي والعائلة معهم، ومهرجان كبير وغنى وأكل وكل حاجة من أول ليلة. لا يوصف يعني شعور هؤلاء الناس، كيف قلوبهم مفتوحة قبل بيوتهم. في تغطية كبيرة جدا سترونها.